الشكلان سؤال رقم 1 بيقول لك الشكلان المقابلان يوضحان التغيرات الحادثة بمرور الزمن في خصائص 3 أنظمة حرارية مختلفة ABC. يعني معايا 3 أنظمة ABC ماشي، أما يحدثون تغير مع الزمن. قال لك لهما نفس الكتلة ودرجة الحرارة الابتدائية. يعني الحرارة الابتدائية اللي لسه هيبدأوا بيها ثابتة أو قد بعض. قال لك فأي مما يلي يعد صحيحا. طب بالراحة بقى عشان نفهم. لو بصيت معايا على المنحنى هنا العلاقة المنحنى ده خاص بدرجة الحرارة اللي هو منحنى الصادات، إنما منحنى السينات أما يمثل محور الزمن. لو أنت ركزت على المنحنى إيه أو الخط إيه ده هتلاقيه ثابت. يعني إيه ثابت؟ يعني لا حدث فيه تغير في الكتلة ولا حدث فيه تغير في درجة الحرارة. طب مين النظام اللي مش بيحصل فيه تغير في الكتلة ولا في درجة الحرارة؟ قلتها في الشرح، ده المعزول. يعني ايه ده؟ نظام معزول. طب مين اللي نزل ده؟ لا، اللي نزل ده حاجة من الاتنين، يا اما نظام مغلق يا اما نظام مفتوح. يبقى السي ده هيشتري حاجة من الاتنين، يا اما مغلق يا اما مفتوح. انا مش عارف. طب يلا ننزل على الرسمة التاني. هنا قال لك ايه؟ الكتلة والزمن، فوق كان حرارة وزمن. قال لك هنا ان الكتلة مع المحور سي ثابتة زي ما هي، يعني السي ده ما حصلش فيه تغير في الكتلة. لكن لو رجعنا على المنحنى الاول لما كان منحنى الحرارة قل. طب مين اللي ثابت في الكتلة وبيقل في درجة الحرارة؟ انهي نظام ده؟ تقول استنى، ده النظام المغلق زي ازازة المية، الكتلة جوه ثابتة زي ما هي لكن الحرارة بتاعتها بتقل. ليه؟ لأن أنا لما بمسك الازازة كده الحرارة بتاعتها أو البرودة بتاعتها، البرودة اللي هي هنا بتمثل الطاقة، بتطلع من الجزازة تطلع على إيدي، لكن عمر الجزازة ما أقدر أدلج منها مية لأنها مكفولة، فالكتلة جوه زي ما هي، لكن الطاقة أو البرودة اللي هي الحرارة يعني هنا بقدر امسكها. تمام. يبقى كده السي ده الكتله بتاعته ثابته لكن درجه حرارته تتغير، وده النظام المغلق. يبقى السي ده انا عرفناها كده مغلق مش مفتوح. انما من بي لا، البي ده واضح على طول ان هو نظام مفتوح على طول كده. يبقى انا عايز ان الايه معزول والبي مفتوح والسي مغلق. يلا نشوف الاختيارات. قال لك ايه؟ نظام معزول مظبوط، انما بي مغلق غلط. قال لك ايه؟ يسمح بتبادل الطاقه فقط غلط، عشان يسمح بتبادل اي حاجه المعزول. ايه؟ نظام معزول مظبوط، وبي نظام مفتوح. بي مفتوح الاجابه صحيحه. يبقى الاجابه بتاعتنا جيم. الاجابه جيم. تمام. طبعا ده غلط. ده بيقول لك المغلق بيسمح بتبادل المادة. غلط. المغلق زي ازازة المية او الترمومتر بيسمح بتبادل الطاقة بس. بالتفصيل اهو. 2. اذا اكتسب نظام ما، اي نظام اكتسب طاقة حرارية مقدارها اكس كيلو جول. ركز، قال لك اكس كيلو جول. خلي بالك كيلو جول. فيكون مقدار الطاقة الحرارية التي فقدها، خلي بالك قال لك فقدها، فقط يبقى أكيد بعكس الإشارة. ماشي. طيب تمام. وهو هنا طالما فقد يبقى بالسالب، واللي اكتسب بالموجب. ودي أنا عكستها على فكرة في الشرح، خلي بالك أنا عكستها في الشرح. تمام. يبقى المفروض أنا هاخد إياها نفس المقدار بتاع ده، نفس المقدار بس عكس الإشارة. بس تركز معايا بقى. انت هنا عندك هتقول انا هاخد الاكس سالب اكس كيلو جول. لا، سالب اكس كيلو جول ده لو ما قالكش كلمة فقدها، الوسط. تمام. يبقى دي هستبعدها على طول.
ماشي يا غالي. وطبعا 1000 كيلو جول وهنا كيلو جول، عمر ما الكيلو جول الواحد يساوي 1000 كيلو جول، لا طبعا ده نفس الوحدة، دي غلط. يا إما ألف يا إما د. طيب ده الغلط ولا صح؟ ولا ألف صح ولا غلط؟ لا، هنا قال لك فقدها، فقدها يعني إشارة إيه؟ سالبة، لأن عكس بعض، ده قانون الديناميكا الأول ده. تمام؟ طيب هنا قال لي اكتسبها لكن أنا فقدها. طب ما أنا عندي الكيلو جول ده الواحد فيه بيساوي 1000 جول، يعني بضرب في 1000 عشان أحول. تمام؟ وأنا عايز إشارة موجبة، يبقى الإيه بتاعتي ده. اوعى تنسى، استنى أوريها لك هنا في الشرح عشان الكتاب برضه جايبها. الحتة دي جايبها والله عشان مهمة خالص. حتة التحويلات. هحول من الكيلو جول للجول، فبضرب فين؟ في 1000. هو كان مديك الوحدة بالكيلو جول، فاللي يكافئها بالجول انك تضرب في 1000، تضرب في 1000 وانت معاك اكس، يبقى اكس 1000 جول. تمام؟ اوعى تنسى. ماشي. رقم 3، أي الأشكال البيانية تعبر عن العلاقة عايز العلاقة الصحيحة بين متوسط سرعة الجزيئات بتاع النظام ودرجة الحرارة. ماشي. خلي بالك احنا في درجة الحرارة لما المتوسط بتاع السرعة بتزيد طاقة الحركة، فبتزيد درجة الحرارة. يعني عايز تقول ان العلاقة بين متوسط السرعة ودرجة الحرارة علاقة طردية. ايوه طبعا، انا لما بزود المتوسط بتاع السرعة يعني بزود الطاقة بتاع الحركة بتاع الجزيئات، يعني درجة الحرارة بتكون كبيرة، يبقى العلاقة طردية. فين العلاقة طردية هنا؟ غلط، دي عكسية برضو ودي غلط، ده. يبقى الإجابة بتاعتنا ده. خش على رقم 4. تم وضع قطعة من التلج داخل الكأس بي. ماشي، معاك كأس اهو وحاطط جواه حتة تلج. قال لك أي العبارات التالية تصف التغيرات أو تصف التغير الحراري القابل للحدوث. يعني اللي هيحصل لو ركزت على الرسم، هو عامل لك النظام ده من بره كده نظام معزول. ماشي خلاص، يعني معزول يبقى مفيش طاقة وبتاع هتطلع، لا طاقة ولا مادة. طيب قال لك يصبح النظام ايه درجة حرارته أكبر من كده. طب ما انت لما تقول معزول يعني درجة حرارة ثابتة، يبقى دي غلط. قال لك يصبح النظام ايه درجة حرارته تساوي 0. لا صعبة دي، مفيش حرارته بصفر ابدا. ليه؟ لو انت مديله درجه حرارته 25 درجه سلسيوس، ازاي انت هتخليها 0؟ يبقى قللت. غلط. جيم بيقول لك تعتبر قطعه الثلج نظام طارد للحراره. د بيقول لك تزيد طاقه حركه الجزيئات النظام الموجود داخل الكأس بي. طب استنى بس بالراحه عشان نفهم. معنى ان هو طارد الحرارة يعني هو هيطلع حرارة. ركز في الكلام، هيطلع حرارة، يعني انت هتحس بالحرارة، هتحس بالسخونة. طب ما انا جاي لك ده نظام معزول مش بيطلع حرارة، مش بتحس بالحرارة فيه انت، يبقى دي غلط. جي. يبقى ده اللي الصح، تزيد طاقة حركة جزيئات النظام الموجودة داخل الكأس. فعلا هتزيد طاقة حركة الجزيئات. رقم 5 بيقول لك أي من العبارات التالية
تصف ما يحدث عند وضع مسمار من الحديد المسخن لدرجة الإحمرار في إناء. يعني معاك كوباية كده وفيها مية، وأنت رحت حاطط مسمار هنا، بس المسمار ده مسخن لدرجة الإحمرار سخن. والله سهل، تنتقل الحرارة من الماء إلى المسمار. طب اعجلها، هو مين هنا اللي سخن؟ المسمار. يبقى المفروض الحرارة هتنتقل من المسمار للحرارة. ده لو ده هيحصل، ده غلط. قال لك ب تنخفض أو ينخفض متوسط طاقة حركة جزيئات الماء إلى الحديد. صح دي. يعني المسمار هنا طاقته أو المتوسط طاقة الحركة بتاعته بتاع الجزيئات هيقل. ليه بقى هيقل؟ لأن أنا لما حطيت المسمار المسخن جوه المية، الحرارة بتاع المسمار هتنتقل للمية، فهو حرارة المسمار هتقل. طب ما لما درجة حرارته تقل، لسه جايلها لك في السؤال اللي قبل ده هنا، السؤال رقم 3، إن المتوسط هيقل لأن العلاقة طردية. يبقى الإجابة دي مظبوطة 100%. طب جيب قال لك لا يحدث انتقال للحرارة. لا غلط، هيحدث انتقال، هينتقل من الحرارة من المسمار للمية. ده تنخفض درجة حرارة المية. لا غلط، ده هتزيد. ليه هتزيد؟ لأنها هتاخد حرارة من المسمار. يبقى ده غلط. يبقى الإجابة بتاعتنا ب مظبوطة 100%. رقم 6 قال لك الشكل البياني المقابل يوضح متوسط طاقة حركة الجزيئات 3 مواد مختلفة اكس واي زد. يعني كل واحدة فيهم ليها حركة جزيئات غير الثانية، فهو بيقول لك رتبهم لي حسب درجة الحرارة. عينيا، اللي عنده متوسط كبير عنده درجة حرارة كبيرة لأن العلاقة طردية. اكتب الملحوظ ده عندك. فأنت عندك الأكبر واحد إكس، يبقى إكس أكبر درجة حرارة. طب مين بعديه؟ بعديه واي عفوا بعديه زد زد، يبقى بعديه زد، بعديه بقى مين؟ واي. أنا عايز دي إكس أكبر من زد أكبر من واي، إكس أكبر من زد أكبر من واي إكس. لا غلط. يبقى بقى يبقى الإجابة ب العلاقة طردية يا ولدي. رقم 7 أي مما يلي يعبر عن التغير الحادث في الشكل المقابل. جايب لك كأس ومشاور لك على إن النظام مغلق. خلاص يا مصر، نظام مغلق، يبقى درجة الحرارة هي اللي هتتغير، إنما الكتلة اللي جوه مش هتتغير. خلصان. يبقى اللي هيحصل بقى هنا ألف بيقول لك تقل كتلة الماء. غلط، الكتلة هتبقى زي ما هي. ب غلط، لأنه بيقول لك تقل الكتلة على طول استبعدها. نظام مغلق الكتلة مش بتقل، اللي بيتغير مين؟ الحرارة أو درجة الحرارة. ج تظل كتلة الماء ثابتة، د تظل كتلة الماء ثابتة. طب تعال نشوف الباقي. ترتفع درجة حرارة الوسط ولا تنخفض درجة حرارة الوسط؟ بالراحة، هو النظام ده مغلق، النظام ده مغلق، فهتطلع منه الحرارة فهتروح رايحة للوسط، والوسط 35 وهتجيله درجة حرارة هنا، يبقى هتزيد. يبقى الإجابة بتاعتنا د على طول كده من غير ما تفكر، لأن الوسط درجة حرارته هترتفع، إنما تظل الكتلة بتاعت الماء ثابتة. طيب رقم 8 بيقول لك الشكل المقابل يوضح درجة حرارة 3 مواد مختلفة في أي مما يلي يعد صحيح. والله العظيم لما جسميا يتلامسوا مع بعض الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في الحرارة إلى الجسم الأقل في الحرارة. أنت عندك سخونة وأنا عندي سخونة، بس أنت سخون قوي، فسخونتك أنت هتنتقل منك ليانا لأن أنا عندي سخونة قليلة. فهنا وقت الأعلى في درجة الحرارة البي، يبقى بي ده يتنقل للسي ويتنقل لمين؟ للإيه، والسي ده ينقل الحرارة لإيه. يلا ندور على الإجابة دي. عند تلامس المادتين A و B تنخفض درجة حرارة B A مع B. B هي اللي هتنخفض؟ لا، ده B
تنخفض عند ملامس المادتين A و B. تنخفض درجة حرارة الجسم ايه؟ لا مفيش الكلام ده طبعا، غلط غلط. عند تلامس المادتين ايه؟ عفوا B و C. B هيتلامس مع C، يبقى B هينقل ل C. تنخفض درجة حرارة السي، لا غلط، ده المفروض هتزيد. اللي هتقل هنا مين؟ البي لأن هي الأكبر. جي عند تلامس المادتين سي وإيه، سي وإيه، يبقى اللي هيقل سي لأنه هيدي إيه؟ تنخفض درجة حرارة سي، مظبوطة دي. يبقى الإجابة جي مظبوطة. طب نتأكد. عند تلامس المادتين A و B، إيه مع B ترتفع بي ازاي؟ اخليها بي هي الكبيره، يعني هي اللي هتدي ايه؟ القليل، فهي اللي هتقل، يبقى دي غلط. وضحت؟ اتمنى تكون الاسئله اتحلت بشكل مبسط، اتمنى تكون فهمت. شير بقى ولايك وسبسكرايب للقناه. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.